اتجاه قوي داخل الأهلي لإعادة محمد الشناوي أساسياً بداية من مباراة غزل المحلة، وريبيرو يخطط لعقد جلسة مع مصطفى شوبير لمناقشة أخطائه والتأكيد على ثقته فيه. الشناوي يساند شوبير ويطالبه بنسيان ما حدث، ويؤكد عملياً أن الفريق فوق الجميع. طبيب الأهلي يطمئن ريبيرو على سلامة محمد علي بن رمضان بعد تعرضه لكدمة في القدم أمام فاركو. ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة 48 ساعة مع نية لخوض مباراة ودية الأربعاء لتجهيز البدلاء. حالة حزن تسيطر على أفشة بسبب استبعاده من مباراة فاركو، واللاعب يرى أن الحكم عليه كان متسرعا. عماد النحاس يطالب محمد شكري بالتركيز أكثر بعد تراجع مستواه، مؤكدا أن المنافسة مع كريم فؤاد قوية. بيرسي تاو لاعب الأهلي السابق ينضم بشكل مفاجئ إلى ناد في الدوري الفيتنامي. شكوك حول مشاركة وسام أبو علي مع كولومبوس الكرو الأمريكي بسبب تأخر وصول بطاقته الدولية من الأهلي. وزارة الرياضة تطالب اتحاد الكرة بسرعة حسم مكان إقامة كأس السوبر المصري وكشف تفاصيل البطولة. الأهلي يجهز مذكرة لشكوى الحكم محمد معروف بسبب طرد غير مبرر لمحمد هاني واحتساب هدف مشكوك فيه لفاركو. أهلي طرابلس يعلن تجديد التعاقد مع حسام البدري لموسم جديد بعد التتويج بالدوري. كهرباء يعود إلى مصر لقضاء إجازة مع عائلته، ويهنئ زيزو بتألقه وتسجيله ثنائية للأهلي. أسامة نبيه يطالب اتحاد الكرة بمباريات ودية أكثر لمنتخب 2005 استعدادا للمونديال. رئيس البنك الأهلي يفرض غرامة مالية كبيرة بعد الخسارة من حرس الحدود. دموع محمد صلاح على دييغو جوتا تتصدر أغلفة الصحافة الإنجليزية. معتز إينو يؤكد أن أخطاء شوبير سببها الضغوط الكبيرة، لكنه حارس موهوب وسيتعلم.